معاذ الله إني ما يئست، ولكنها والله أيام ثقال، فاللهم صبرا وجبرا لنفس لا يعلم بحالها إلا أنت. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هاخدكم في الفيديو ده على شوية نصايح كده حلوة جدا وحاجات سريعة قوي لو عملناها في يومنا اثناء شغل البيت هتنجز معانا جدا للبيت بقى والمطبخ وكل حاجة. فاول نصيحة ليكم تهوية البيت. افتحي الشبابيك اول ما تصحي من النوم. صحيتي افتحي الشباك، افتحي البلكونة وهوي ودخلي هوا نظيف في البيت. هنقول احنا في شتاء او سقعة او كده والاولاد تبرد؟ لا بالعكس، الميكروبات اللي موجودة او الفيروسات الموجودة بتاعت البرد والكلام ده عبارة عن فيروسات هوائية اصلا موجودة في الهواء، فلازم نجدد هواء البيت. فاصحي الصبح افتحي الشبابيك كلها ودخلي هواء نضيف في البيت، حتى لو الموضوع ده ياخد منك حتى نص ساعة، يعني لو نص ساعة بس تهوي فيه وتغيري فيه هواء البيت يكون كويس جدا. تاني حاجة، خلاص فتحنا شبابيك البيت، يا ريت نصلي ركعتين كده نبتدي بيهم يومنا. ويا سلام بقى لو كانوا ركعتين دول بقى ايه صلاة الضحى قبل صلاة الظهر، يعني صلي ركعتين كده حلوين كده الصبح، ونمسك اذكار الصباح نقراها. اذكار الصباح دي بقى لو هتفرق جدا معاكم، يعني لو قرينا اذكار الصباح كده هتلاقوا بركة كده في يومكم، وان انتوا انجزتوا حاجات كتير. جربوها جربوها هتفرق فعلا معاكم. فدي نصيحة التانية، ان انتوا تصلوا ركعتين كده لله، ولو هما صلاة الضحى فيبقى جميل جدا. ونعمل ايه؟ نقرا الاذكار. تالت حاجة، خلاص صليتي وفتحتي شبابيك البيت، شغلي قرآن بقى عشان وانتي شغالة في البيت كده في بركة، في خير، في سماع قرآن طبعا ده مفيش أحسن منه، وفي راحة نفسية طبعا. بعد كده بقى النصيحة رقم 4، إن انتي تبتدي بالمكان اللي هو قدام باب الشقة. ليه بقى هنبتدي بالمكان اللي هو قدام باب الشقة؟ عشان خاطر المكان ده ممكن يكون متبهدل او مكركب على حسب المكان ده ايه هو عندكم. فانا مثلا عندي الركنية او الليفنج عندي قدام باب الشقة، ما نضمنش اي حد يخش علينا، فلازم المكان يكون نظيف. فدي النصيحة اللي احنا لازم نعملها، واللي هي نصيحة رقم 4، نرتب المكان اللي هو موجود قدام باب الشقة. فانا ابتديت كده ان انا ارتب المكان واجمع الالعاب بتاعه الاولاد اللي كانت موجوده في المكان ده وادخلها في الاوضه بتاعتهم واظبطها وارتبها عشان يكون المكان ده نظيف. ما نضمنش اي حد يخبط علينا في اي وقت، ما واحد ما بيعرفش الظروف. خلصنا كده النصيحة بتاعتنا وندخل على النصيحة اللي بعد كده، وهي ان احنا لازم نفطر. الفطار مهم جدا جدا، وكمان لو نبتدي يومنا كمان بحاجة احنا بنحبها، زي مشروب بنحبه زي قهوة او نسكافيه. انا بحب القهوة بصراحة، بحس ان هي بتفوقني، بحس ان انا بعمل حاجة كده بحبها، فببتدي يومي بعد الفطار بتاعي كده او اثناء الفطار بتاعي اشرب كوباية قهوة. فمن المشروبات الحلوة اللي بحبها هي القهوة. انت ممكن تشربي لي قهوة نسكافيه، تاكلي قطعة شوكولاتة، اعملي اي حاجة، اي حاجة انت بتحبيها ابتدي بيها يومك قبل ما تكملي شغل البيت، هيفرق جدا معاكي. النصيحة اللي بعد كده هي نصيحة رقم 6، ان انتي ترتبي غرفة الاولاد، اول غرفة في غرف البيت كلها هي اول حاجة تعمليها. ليه بقى؟ لان الأوضة ديت بتبقى اكتر مكان مكركب جدا في البيت، اكتر مكان متكركب ومتبهدل ومتدمر في البيت كله. فنرتبها لهم كده ونظبطها كده، لان ترتيب غرفة الاطفال هتحسي ان انت كده خلصتي مثلا نص البيت، مثلا نص البيت مثلا كده ايه تم ازالته كده وتنظيفه. فهي اهم مكان هو اوضه الاولاد. لو رتبتيها تحسي بقى ان البيت كده خلاص، يعني الحاجات الهينه اللينه دي هي اللي فاضلالك. فطبعا ترتيب اوضه الاولاد من الحاجات المهمه، وهي النصيحه كانت رقم 6. النصيحة اللي بعد كده تخص المطبخ. المطبخ ده اعتبريه زيه زي أي مكان في البيت، زيه زي أوضة الضيوف، زيه زي أوضة النوم، زيه زي أوضة الأطفال. اهتمي بيه، يعني حاولي ان انت تظبطيه كده وترتبيه يكون نظيف مترتب. جملي بأي حاجة كده بسيطة خالص، لأن انت معظم وقفتك كلها بتكون في المطبخ. تمام، فلازم تهتمي بنظافة المطبخ. كمان من النصايح المهمة جدا في المطبخ، ان انت بعد ما تخلصي الغدا وبعد ما تخلصي كل حاجة فضي الحلل بتاعتك والباقي شيليه في علب في التلاجة. خلي البوتاجاز نظيف وبيلمع، يعني انت راحه نفسيه رهيبه لما تخشي تلاقي البوتاجاز ده نظيف والحوض ما فيهوش اي اطباق او اي حاجه. فدي من الحاجات اللذيذه جدا اللي هتريحك جدا في مطبخك. النصيحة اللي بعد كده وهي رقم 8، ان انت تمسكي المكنسة كده وتجمعي اي حاجة موجودة في الشقة بعد الغداء، اي فتافيت اكل او اي حاجة. والنصيحة اللي بعدها بقى ازاي تحافظي على المكان بتاعك نظيف، اللي هو اللي بين السيراميك يعني
اللي بين السجاد. هو كل اللي عليكي انت هتجيبي اي معطر عندك او اي حاجه بتمسحي بيها الارض، تحطيها على الشرشوبه كده وتبداي تمسحي السيراميك الظاهر بين السجاد، بعد طبعا ما تكنسي البيت كويس. لان طبعا اكيد في الشتاء مش هنقدر ان احنا نكنس او نمسح قصدي يعني كل يوم، فعشان تحافظي على نظافه المكان اعملي كده عشان السيراميك بتاعك ينضف ويبقى يلمع. طبعا ده ما يغنيش عن ان احنا نمسح الارض كويس، بس طبعا اكيد مش هنقدر نعمل كده كل يوم. النصيحة المهمة جدا 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 اللي هتفرق معاكي في ان مفيش اي تراب يدخل لك بيتك هي البلكونة. لازمًا البلكونة دي تتكنس كده بشكل دوري، يعني يا ريت حتى لو كل يومين. أنا بصراحة باحب أكنسها جدًا بالمكنسة الكهربائية عشان خاطر المكنسة الكهربائية بتلم كل الأتربة الموجودة برّه، فما فيش أي تراب بيخش جوه أثناء الكنس يعني بالمكنسة العادية. عايزة تحافظي على نضافة البيت عندِك، البلكونة قدام باب الشقة لازمًا يكونوا نضاف جدًا عشان ما فيش أي تراب. هو طبيعي بيبقى في تراب، بس عشان نحافظ أكتر وأكتر إن ما يبقاش في تراب موجود عندنا جوه الشقة، فنبدأ إن إحنا نكنس البلكونة وننضفها على طول. النصيحة اللي بعد كده وهي نصيحة رقم 11، إن أنتِ تفرشي أي حافظة أو أي ملاية قديمة، طقم سرير قديم عندِك على الأرض كده أثناء ما العيال بتلعب، خصوصًا لو كان برّه أوضة الأطفال، وكمان لو هُم بياكلوا بسكوتات أو أي حلويات أو أي حاجة أو عصاير، عشان خاطر تتفادي تمامًا إن أي حاجة تنزل على السجادة والسجاد بتاعِك يفضل نضيف. بصوا في بقعة مَيّة أهو كانوا بيشربوا مَيّة فالمَيّة اتكبت. وكمان بتحافظ على نظافة المكان جدًا، وإن السجاد بتاعِك يفضل نضيف ما فيهوش أي بقع. من الحاجات اللذيذة جدًا اللي هتحافظ عندِك على لعب الأولاد، وهي النصيحة رقم 12، إن أنتِ تجمّعي كل مجموعة من الألعاب في منظم واحد. المنظمات دي بتاعة المطبخ كانت ب10 جنيه أوقات ما اشتريناها، مش عارفة هي دلوقتي سعرها عامل كام. بس كل منظم أنا حاطة فيه حاجة معينة، يعني واحد حاطة فيه المكعبات، التاني حاطة فيه الحيوانات بتاعتهم، التاني حاطة فيه أدوات المطبخ كده وشوية حاجات كده هُم بيلعبوا بيها. عندي زي الجردل اللي هو بتاع الدهانات، أنا منضفاه كويس برضه، مش عارفة هيظهر لكم والّا لأ، بس حاطة فيه الكور، وواحد حاطة فيه تاني العربيات. المهم مقسمة لهم كل حاجة فيها حاجة، عشان لما ييجي يلعب بحاجة واحدة أو يسحب حاجة واحدة ما يبهدلش الدنيا كلها، تبقى سهلة علينا إن إحنا نلمها لهم بعد كده أو إن هُم يجمعوها بعد كده. فدي من النصايح المهمة جدًا الحلوة جدًا اللي حافظت على المكان. رقم 13 من الحاجات الحلوة جدًا هي أذكار المساء، زي ما إحنا قُلنا إن أذكار الصباح مهمة جدًا عشان نكمّل بقى الراحة النفسية لباقي اليوم لآخر الليل، إن إحنا نقرا أذكار المساء، وهي وقتها من أذان العصر لحد أذان المغرب. فهي من الحاجات الجميلة اللي هتضيف لِك راحة نفسية في جواكِ، وكمان هتبارك لِك في وقتِك وفي يومِك، وأنتِ هتنجزي حاجات كتير. بعد ما تصلي العصر كده امسكي أذكار المساء وابدئي إن أنتِ اقريها. النصيحة اللي بعد كده وهي تخص المطبخ، لما تيجي تعملي مخبوزات او تعملي غدا اعملي اللي انا هقولك عليه. يعني لو انت عندك اولاد ومبيبقاش عندك وقت ان انت تقفي في المطبخ وبيبهدلوكي وبتقعدي ساعات عشان تطبخي، اعملي طبخه تكفيكي يومين. وبالنسبه للمخبوزات زي مثلا البيتزا او كده، اعملي كميه كبيره منها وشيلي منها في الفريزر في اكياس، ولما هتطلعيها مثلا من بالليل عشان تاكليها تاني يوم هتلاقيها الصبح ان هي بقت طريه جدا جدا، ما تفرقش عن ان احنا لسه عاملينها. ولما تيجي تسخنيها هتبقي استفدتي ان انت كده عندك وجبه اليوم تاني. البخور بقى وتعطير البيت، الحاجات الرائعه جدا ان احنا نعطر بيها البيت هي البخور، خصوصا البخور اللي هو الشكل ده اللي هو بيبقى عباره عن قطعه من الخشب كده وعليها الماده بتاعه البخور. دي بتفضل لاطول مده موجوده في البيت، احسن من العيدان تماما واحسن من اي حاجه تانية. ولما تيجي تستخدمي البخور قربيه كده من المفروشات زي الستاير مثلا او الاماكن مثلا اللي هي بيكون فيها مفروشات، عشان الريحه تفضل لمده اطول موجوده عندك في البيت. والبخور ده رائع جدا، انصحكم بيه يعني. النصيحة رقم 16 وهي بقى تخص الغسيل. الغسيل عندك ده بقى ما تجمعهوش ابدا من البلكونة غير لو انت فاضية، ولما تجمعيه في البلكونة تطبقيه وتدخلي بيه زي ما هو زي ما انتم شايفين كده في البلاستيكة او في علبة او في اي حاجة متطبق، وتدخلي بيه على الدولاب على طول. ده هيريحك جدا. النصيحة اللي بعد كده وهي النصيحة رقم 17، التخطيط يا جماعة. يعني ايه تخطيط؟ ان احنا نكتب وندون الحاجات المهام اللي احنا هنعملها في يومنا، بالليل بقى بالنهار بقى في الوقت اللي انت تحبيه، بس اهم حاجة ان انت تخططي، عشان التخطيط بيحسسك بالانجاز وبيخليكي تبقي عارفة مرتبة حاجتك انت هتعملي ايه وما تعمليش ايه. واخر نصيحة وهي نصيحة رقم 18، زي ما ابتدينا يومنا بحاجة بنحبها ننهي يومنا برضو بحاجة احنا بنحبها كمكافأة كده لنفسنا ان احنا انجزنا في يومنا الطويل. وده كان
كان نصايح سريعة كده حبيت ان انا اقولها لكم. يا رب تكون النصايح عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل اول باول على القناة، عشان كمان تستفادوا من الافكار، وهنعمل اعادة تدوير وحاجات تانية كتير. فاشتركوا معانا في القناة واشوفكم في فيديو جديد.